العجينة دي دخلت جوه قلبي وشكلي كده مش هغيرها أبدا في الوصفات اللي زي دي. يا الله على الطراوة. وعلشان العجينة رائعة هحضر بيها حواوشي صدق بكل تفاصيله من عجينة وحشوة، وهقول لكم على كام تركة كده علشان الحشوة ما تنزلش أي سوائل منها وتبوظ الحواوشي وهو بيستوي في الفرن. هخليكم تعتمدوا طريقة الحواوشي دي على طول إن شاء الله. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. طبعا أول حاجة هنحضرها مع بعض هي العجينة. معايا تلت كوباية من المية الدافية، تكون أزيد من الدافية سنة بسيطة، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقتين كبار من السكر. هقلبهم كويس جدا وأغطي الطبق وأسيب بقى الخميرة كده تشتغل أو تتفاعل لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق لما أتأكد كده إن الخميرة خلص نشطة وشغالة، هضيف باقي السوائل، نص كوباية من الزيت وكوباية إلا ربع من الزبادي تكون بدرجة حرارة المطبخ، وربع كوباية من الحليب البودر. اوعوا تستغنوا عن الزبادي. وهقلب بقى المكونات السائلة كويس جدا جدا لحد ما تكون ناعمة بنفس الشكل ده. دلوقتي معايا 3 كوبايات كبار من الدقيق المنخول، هضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ما تكتروش من البيكنج باودر، وهقلب كويس قوي. هضيف بقى دلوقتي الدقيق شوية بشوية وأنا كده بعجن، وبعد كده أنزل الجوانب علشان قوام العجينة كله يكون واحد. هلم العجينة بمعلقتين كبار بس من المية الدافية، ما تكتروش عن كده. عجنت كده مدة حلوة 5-6 دقايق. آخر حاجة هضيفها معلقتين كبار من الزبدة تكون طرية جدا، وعجنت لمدة دقيقتين كمان. كده خلاص العجينة بتاعتي بقت جاهزة. شوفوا طرية ازاي، مش قادرة اوصف لكم الزبادي عملت فيها ايه، خليتها طرية بشكل مش معقول. شكلتها كده على شكل كورة كبيرة، حطيتها في طبق مدهون بزيت، غطيت الطبق بالاسترتش راب وهغطيه كمان بفوطة واسيبها تخمر. انا عامة شغلت الفرن لمدة 10 دقايق وحطيتها جوه الفرن، بس طبعا الفرن كان مطفي. ودلوقتي نحضر مع بعض الحشوة. معلقتين كبار من الزيت، وبعد كده هضيف بصلاية كبيرة تكون متقطعة حتت صغيرة جدا. أهم خطوة بقى إن احنا نسوي البصل كويس جدا جدا، مش عاوزة يكون فيه أي سوائل خالص. لو البصل نزل سوائل في الحواوشي وهو بيستوي في الفرن، العجينة بتاعت الحواوشي هتكون مبلولة جدا. بعد ما البصل استوى هضيف كده الفلفل الألوان الأحمر والأصفر، وبرده متقطع حتت صغيرة، وبرده الفلفل الرومي بيبقى فيه سوائل كتير فلازم نسويه كويس قوي. بعد كده معايا ربع كيلو بس من الصدق. مهم جدا تقطعوا الصدق وهو يكون لسه طالع كده من الفريزر، بيتقطع بمنتهى السهوله، لكن غير كده هتلاقوه بيبقى طري معاكم جدا وانتوا بتقطعوه. قلبت بقى كويس قوي، وبعد كده هضيف معلقه صغيره من الثوم، وهضيف البهارات ملح وفلفل اسود والبهارات المشكله، مش هنكتر من البهارات. هضيف بعد كده زيتون شرايح، وهضيف معلقه كبيره من دبس الرمان، وقلب كويس جدا. شوفوا بقى كل السوائل اللي موجوده في الحشوه دي احنا مش عاوزينها خالص، عشان زي ما قلت لكم قبل كده السوائل دي هتنزل في العجينه وتخليها مبلوله وممكن تتقطع معانا. هنفضل نقلب كده لحد ما تتبخر، او نضيف معلقه صغيره من الدقيق. الدقيق هيمتص كل السوائل اللي موجوده في الحشوه ويخلي الحشوه كمان متماسكه جدا. تقلبتين كمان وبكده خلاص الحشوه بقت جاهزه. العجينه بتاعتي كمان بقت جاهزه واختمرت ما شاء الله وناجحه جدا. ابتدي بقى اشيل من عليها الورق وبعد كده اخرج الهواء منها. شوفوا بقى جمال العجينه، شوفوا عامله ازاي رهيبه طريه بشكل مش معقول. انا معايا صينيه البيتزا او صينيه البسبوسه، دهنتها بالزيت وبدرتها بالدقيق. انا عامه هستخدم صينيه واحده كبيره، لو هتستخدموا صينيتين يبقى هتقسموا كده العجينه ل4، لكن انا هقسمها ل2 قد بعض. هاخد كده اول نص وبعد كده برضو اشكله على شكل كوره، وبيبقى هو دوت الوش بتاع الحواوشي. النص التاني هاخده كده على طول وافرده كويس جدا في صينيه، لا هنفرده بقى على كاونتر بره ولا اي حاجه. العجينه مظبوطه ومعجونه حلوه قوي ومرتاحه، علشان كده هتلاقوها بتتفرد معاكم بمنتهى السهوله، مش استك ولا بتروح ولا بتيجي ولا اي حاجه. ظبطتها بقى خلاص في الصينيه. هرجع اضيف كده شويه من الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا هتسيح وهتعمل برضو طبقه عازله بينها ما بين الحشوه، علشان برضو الحشوه ما تنزلش اي سوائل في العجينه. هحط بقى الحشوه واسويها كويس جدا واوصلها كده للاطراف. بعد كده هضيف شويه من الجبنه التركي او الجبنه الرومي وشويه كمان من الجبنه الموتزاريلا. كده خلاص الحشوه بقت جاهزه. هضيف بقى رشه كده من الدقيق على الكاونتر، واخد النص التاني من العجينه وافردها كده بايدي على شكل دايره، وبعد كده الفها على النشابه واحطها فوق الحشوه. مهم جدا ان انتوا تمسحوا النشابه بشويه من الدقيق. لو في اي زوائد قصوها كده بالسكينه، هي عامه ما طلعتش معايا زوائد كتير. وبعد كده هنبتدي بقى نضغط كويس جدا من الاطراف. معلقتين كبار من الحليب الدافي، معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، واقلب كويس قوي. وبعد كده ادهن وش الحواوشي كويس جدا جدا، شويه من حبه البركه وشويتين 3 كده من السمسم. السمسم بيبقى حلو جدا في الحواوشي،
الصينيه هتدخل فرن درجه حراره اقل من المتوسط سنه بسيطه جدا لمده كده نص ساعه او نص ساعه و5 دقائق. المهم تتاكدوا ان هو استوى من تحت. بعد كده هتشغلوا الشوايه، تغطوا بقى صينيه شويه كده بفوطه نظيفه علشان ما يبقاش ناشف من فوق، وبعد كده نقطعه. انا عامه قطعته ل8، تقدروا تقطعوه بالطريقه اللي تعجبكم. شوفوا بقى الحواوشي مظبوط ازاي، رهيب، مش قادره اوصف لكم جميل قد ايه. العجينه مظبوطه جدا ولونها حلو جدا من فوق ومن تحت، والحشوه مظبوطه جدا جدا. وبس كده وصفه النهارده خلصت. اتمنى ان الوصفه تكون سهله وبسيطه عليكم. مستنيه رايكم فيها واشوفكم ان شاء الله على خير. بألف هنا وشفا وباي باي.